السلام عليكم ورحمة الله. كلنا متفقين إن الأكل الصحي ده أفضل حاجة، وعلشان كده هنعمل النهاردة بقسماط صحي سهل جدا، طريقته جميلة، هش لذيذ ومغذي، والأهم من كده إنه صحي. يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الطريقة بتاعتنا على طول. وما تنسيش لايك للفيديو علشان بتتفرجي كده وما بتحطليش لايك للفيديو. اول حاجة عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهحط عليها معلقتين سكر وشوية مية دافيين. تقدري تستغني عن السكر وتحطي بداله معلقة من عسل النحل. هنقلب بقى كده وهنسيب الخميرة بتاعتنا لحد لما تخمر، والاختبار ده مهم جدا علشان تعرفي الخميرة بتاعتك شغالة ولا مش شغالة وهتبوظلك الدنيا. عندنا بقى كوباية من حبوب الشوفان، واحنا بنشتريها كده زي ما هي وبنطحنها في البيت. وارجوكي ما تشتريش اي حاجه مطحونه من بره، وطحني كل حاجه على ايدك في البيت. هنطحنها بقى في الكبه بتاعتنا عادي، وهننزل بقى عليهم بكوبايتين من دقيق القمح الكامل. دقيق القمح الكامل دقيق ممتاز صحي جدا طبعا، افيد من الدقيق الابيض العادي. هننزل بمعلقه صغيره من الملح ونقلب المكونات الجافه مع بعض. كده الخميرة خلاص عرفت انها شغالة عندي وفعالة وممتازة. هننزل بقى بيها على الخليط بتاعنا، وننزل بربع كوباية صغيرة من زيت الزيتون. على فكرة ربع كوباية دي يعني معلقتين كبار من زيت الزيتون مش اكتر. تقدري تستخدمي اي زيت نباتي عندك، ولكن يكون زيت نباتي ملهوش ريحة، يعني زيت الذرة او زيت عباد الشمس. ولكن بما ان الوصفة صحية يبقى كل مكوناتها لازم تبقى صحية. هننزل بقى بالمية الدافية واحدة واحدة كده لحد لما العجينة تتشرب معاكي. خدي بالك ان الشوفان ودقيق القمح الكامل بياخد كمية مية ازيد من اللي بياخدها الدقيق العادي. يعني هنا خدت معايا حوالي كوباية ونص من المية. ومع ذلك انت برضو انزلي بالمية واحدة واحدة، المية الدافية طبعا. هنبتدي بقى نعجن الخليط اللي عندنا ده كله. انا عايزة عجينة مش طرية، ولكن ما بتشققش لما بمسكها في ايدي، زي ما هتشوفوا كده بعد شوية. شايفين العجينة لمت معايا ازاي؟ العجينة تعتبر متماسكة ومش بتلزق في الايد خالص، وما بتشققش لما بمسكها بايدي. شايفين؟ حلوة جدا. هنسيبها بقى تريح يعني ثواني كده. هنجيب بقى الميزان، لان انا بحب اقسم كل حاجة من الميزان علشان اعرف انا كلت ايه. هقسم القطعة حوالي 50 جرام. لو بتعرفي تقسمي القطع بإيديكي بنظرة عينك كده يبقى مفيش مشكلة. لكن لو انت عندك الميزان ده، والميزان ده دلوقتي أصبح موجود في كل بيت يعني، استخدميه. بعد لما قسمنا الأجزاء اللي عندنا هنكورهم بالشكل ده. وفي المرحلة دي هنسيب العجينة بقى ترتاح لمدة يعني ربع ساعة، مش كتير قوي. هنغطيها بورق كليننج فيلم علشان ما تنشفش مني، او ممكن تغطيها بفوطة طبعا. هناخد بقى قطعة قطعة ونبتدي نفردها بايدينا كده. هتقعدي تبرمي فيها كده لحد لما تتشكل معاكي على شكل البقسماطاية، وعلى حسب الشكل اللي هتعمليه على حسب الشكل اللي هيكون عليه بعد كده. يعني لو انت عايزة البقسماط رفيعة يبقى رفعي على قد ما تقدري، لان لسه العجينة هتقعد تخمر تاني فهيزيد حجمها ويتضاعف. انا هنا قسمتها نصين عشان انا مش عايزه البقسماطه تكون طويله قوي كده. فيعني انتي وذوقك، الموضوع ده يرجع لك انتي. بس انا بحب بقى ايه، بدل ما اكل بقسماطه واحده اقول انا خدت اتنين. تمام. انا بحبه تخين كده ومقلبز، فهخليها تخينه شويه. لو انتي عايزاه رفيع زي الباتون ساليه كده تقدري ترفعيه اكتر من كده. وخدي بالك ان هو لسه بيخمر فحجمه هيتضاعف.
طريقته سهلة جدا، تشكيله سهل، ما بيحتاجش بقى ولا دقيق ولا اي حاجة في الفرد، هو بين ايديكي كده. وطبعا على فكرة المفرش السيليكون اللي انا بفرد عليه ده حلو جدا في استخدامه بالنسبة للمخبوزات او المعجنات عموما، او لو بتفردي اي عجين. طب لو ما عنديش المفرش السيليكون ده اعمل ايه؟ اي سطح بتشتغلي عليه ادهنيه بنقطة من الزيت، زيت الزيتون، وابتدي افردي عليه ابرمي عليه العجينة بتاعتك، هتتظبط معاكي وتبقى تمام التمام. ممكن كمان تخلي أطفالك يساعدوكي، خليهم يبرموا بقى معاكي. طريقة مفيش أسهل من كده. شايفين السمك بتاعه ازاي؟ أنا عملته بالطريقة دي علشان أنا عايزاه تخين شوية. خدي بالك لسه حجمه هيتضاعف زي ما قلت قبل كده. كده تمام. هنجيب بقى صينية مدهونة بالزيت ونبتدي نرصه فيها بالشكل ده، ولازم تدهين الصينية بالزيت. تمام. هنسيبه بقى يرتاح ويخمر لمدة ساعة أو ساعة ونص على حسب. شايفين حجمه تضاعف ازاي بعد لما خمر؟ هنبتدي بقى نجيب فرشة ونبتدي ندهن وشه بالمية، أو لو عندك الإزازة البخاخ ممكن تبخيه كده بخيتين تلاتة كده. الرذاذ المية اللي هينزل هيغطي كله. وطبعا الإزازة أفضل لك، يعني لو موجود عندك الإزازة تبقى أحسن بكتير، لأن ممكن إيدك تبقى تقيلة وانتي بتنزلي بالفرشة كده فتضغطي البقسماطة وهي بتكون منفوخة هوا وجميلة، وأي حركة فيها هتخليها تفطس لتحت. هننزل بقى ورشة من السمسم، بس علشان أقولك هنا السمسم بعد لما استوى مفضلش عليه كتير، فلو حابة تستغني عن خطوة السمسم دي استغني عنها تماما. هندخله بقى من ناحية التسوية، هندخله على فرن درجة حرارة 170 أو 180 بالكتير قوي، ونسيبه لمدة نص ساعة. وبعد لما تخلصي النص ساعة وتأكدي انه استوى، هتطفي الفرن وتسيبيه في الفرن شوية علشان يتحمص. هياخد سخونية الفرن وتطلعيه يبقى قدامك بالشكل الجميل ده. خلي بالك دقيق القمح الكامل بيبقى غامق، فهو كده مش محروق، هو لونه غامق لأن دقيق القمح الكامل لونه غامق. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك، اشتركي في قناة صنع في المطبخ مع أميرة الطاهر عشان يوصلك كل جديد، لسه في حاجات حلوة جاية. شكرا للمشاهدة.